محمد عبد المنعم راجع الدوري المصري من تاني، لكن ليس عن طريق النادي الاهلي. وتصريح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم قلب الدنيا كلها، والمحترف عملها عند الزمالك، والانتماء رحل عن الزمالك للمصري البورسعيدي. لايك واشتراك في القناة لو مش مشترك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن، ونوصل بالفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. ويلا كمل معايا الفيديو عشان الفيديو فيه أخبار دسمة جدا جدا. البداية وهي مع رئيس لجنة التحكيم المصري، رئيس الحكام يا عم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، اتكلم في تصريح علني. التصريح ده هيجي وقت والكل هيفتكره. اتكلم بالنص وقال: لن أتسامح مع الأخطاء، والمميزون من الحكام سيحصلون على الإشادة. يعني تصريح في قمة الأهمية، تصريح من رئيس لجنة الحكام المصرية في الوقت الحالي عصام عبد الفتاح. التصريح ده لوحده كفيل ان احنا هنشوف موسم سيء جدا تحكيميا. طيب ازاي؟ انا هقول لك ازاي. قبل ما الدوري يبدأ وتصريحات ومهاجمات من هنا وبيان رسمي من النادي الاهلي ويرد عليه بيان بالزمالك، والاهلي اللي شاكك في لجنة الحكام وشاكك في رئيس لجنة الحكام نفسه اللي هو عصام عبد الفتاح، بعدها نادي الزمالك يرد على طول ان هو بيثق في التحكيم المصري، وان ما ينفعش حد يهاجم التحكيم المصري، وان التحكيم المصري على اعلى اشاده، وادى الاشاده نادي الزمالك في البيان الرسمي بتاعه للتحكيم المصري كامله. لكن المشكله مش هنا، المشكله ان البيان بتاع الزمالك جه بعد الاهلي على طول. يعني الزمالك اللي كل حكايته تترمي على التحكيم، كل شماعته بتتعلق على التحكيم، اصدر بيان رسمي بعد بيان النادي الاهلي ان هو بيشيد بلجنه التحكيم المصري وواقف كمان مع الحكام. وهنا يبقى احنا داخلين على موسم كارثي فعلا. ليه موسم كارثي؟ وليه بكلمك بالاسلوب ده؟ وليه يا عم انت مش بتتفائل بالموسم اللي جاي، وبتتفائل ان الموسم اللي جاي يبقى موسم قوي وموسم منظم، بعد ما شفنا ان نزل جدول ترتيب الدوري كامل مره واحده وده ما بيحصلش، وده فعلا ما بيحصلش. لكن اللي عايز اعرفه لك عزيزي المشاهد عزيزي المستمع، ان الحكام، ودي نقطة لازم توقف عندها، ان الحكام من قبل ما الموسم يبدأ بشهر كامل وهي بتتهاجم وبتتقطع تقطيع، نادي بيقطع ونادي بيلم. يعني الحكام مش عارفة تعمل ايه. يعني كل حكم دلوقتي بيقول يا رب يستر، يا رب ما يدونيش مباراة في البداية للنادي الاهلي، يا رب لو ادوني مباراة للنادي الاهلي ما يبقاش فيها اي اخطاء تحكيمية. كمان على الناحية الثانية للزمالك، اي حكم خايف يدير مباراة للزمالك، لانه لو عمل اي غلطة في مباراة للزمالك الاهلي مش هيسيبه، والاهلي هيقول لان الزمالك اشاد بالتحكيم، التحكيم واقف مع الاهلي، والزمالك هيهاجم التحكيم لو شفنا الزمالك واقع. ودايما الزمالك، وهنشوف الموسم ده واقع جدا، الزمالك بدون صفقات، بدون اموال، بدون اي حاجه، داخل موسم كارثي من غير مدير رياضي بعد ما مشاه الكابتن حسين لبيب. فالزمالك هتشوفه في ابهت صوره بالفعل. فالزمالك هنا هيرجع، وهترجع ريما لعادتها القديمه. اللي الزمالك هيعمل ايه بقى؟ اي اخطاء او اي مباراه هيخرج فيها الزمالك خسران نقاط، هتلاقي الشماعه اترمت على التحكيم، هتلاقي السوشيال ميديا الزمالك كله على التحكيم، هتلاقي قناه الزمالك كلها بتقطع في الحكام وفي التحكيم. الخبر الثاني معانا هو صفقه الموسم في النادي الاهلي، صفقه مفاجأة قوية جدا جدا لكل جمهور النادي الاهلي وكل محبين الفانيلا الحمراء بتاعت النادي الاهلي، لان اللاعب جاي كده من بعيد وجاي برقم كبير، وكمان في مماطله من ناديه على رحيل اللاعب من المحله للنادي الاهلي. واللاعب ده هو مين؟ محمود صلاح، لاعب نادي غزل المحله. بص، يعني الاهلي عامل حاجه غريبه جدا جدا ومش بتحصل ومش بنشوفها كتير من النادي الاهلي، وهو ان الاهلي رفع قيمه الصفقه من 30 مليون جنيه ل 35 مليون جنيه، ودي مش بنشوفها بتحصل مع النادي الاهلي عاده. طيب ليه الاهلي رفع قيمه الصفقه؟ هل الاهلي اصلا واقف على اللعيب ولا ايه اللي حصلان ولا ايه اللي جرى؟ النادي الاهلي هو اكتر نادي عارف هو بيعمل ايه. الاهلي عايز اللاعب، محمود صلاح متمسك
باللعب للنادي الاهلي. الحسين عموته المدير الفني المغربي الحالي للنادي الاهلي شايف ان اللاعب هيقدم كتير جدا جدا للنادي الاهلي، وان اللاعب هيفيده في خططه والتكتيك اللي هو بيلعب بيه. يعني الحسين عموته مقتنع بيه، الاهلي عايزه. اللاعب متمسك بالذهاب والرحيل عن غزل المحله للنادي الاهلي. الصفقه بتخلص وباقي رتوش قليله جدا جدا في الصفقه، لكن اداري ومسؤولي نادي غزل المحله متمسكين بأرقام فلكية. يعني مش عاجبهم كمان ال 35 مليون في اللاعب. عايزين ايه طيب مسؤولين غزل المحلة؟ عايزين 25% من إعادة البيع. طب والأهلي عارض كام يا مسؤولين غزل المحلة؟ الأهلي عارض 10% من إعادة البيع. يعني مسؤول غزل المحلة بيحطوا الأهلي في موقف صعب. يعني الأهلي رفع له قيمة الصفقة من 30 ل 35 مليون جنيه، ودي ما بتحصلش. الاهلي هيديك رقم فلكي انت ممكن ما تعرفش تدخله في موسمين او 3. الاهلي هياخد لعيب هيبقى اسمه في يوم من الايام مش من غزل المحله راح للنادي الاهلي، وانت في يوم من الايام لما الاهلي يبيعه هتاخد 10% من عادة البيع. لكن لا، مسؤولي غزل المحله رافضين الفكره دي تماما، وشايفين ان هم اللاعب مطلوب فيه اكبر من كده وان قيمته اكبر من كده، عايزين 25% من اعادة البيع. طيب ايه خسائر مسؤول غزل المحله لو الصفقه دي ما تمتش؟ لاعب مش هيديك اي حاجه. يعني ايه لاعب مش هيديك اي حاجه؟ يعني لاعب في اخر خطواته، وحاجه حلم بيحلم بيها اي واحد بيلعب كوره انه يلعب للنادي الاهلي. اللاعب في اخر خطواته هو خلاص رايح على النادي الاهلي، انت عايز ما تمشيهوش على الاهلي، وواقف على حاجات ما تهمش اللاعب. يعني اللاعب مش هيديك تاني. لو محمود صلاح فضل في غزل المحله وما راحش النادي الاهلي، رغم انه يمكن عبال ما تشوف الفيديو ده يكون هو وقع خلاص رسميا للاهلي، لكن لو ما راحش الاهلي محمود صلاح ده اللعيب ده هيعتبر انتهى، ومش هتشوف منه كوره حلوه خالص مع نادي غزل المحله. طيب ايه كمان؟ مسؤول غزل المحله عايزين 25%، يعني بيقاسموا النادي الاهلي لو جباع اللاعب بعد كده، واللاعب مجرد ما هيروح النادي الاهلي، ودي الحته اللي عارفينها مسؤولين نادي غزل المحله، اللاعب هيروح منتخب مصر. اللاعب هيلعب في بطولات كبيره جدا، اللاعب هيلعب في بطولات زي الكونفدراليه، زي دوري ابطال افريقيا، هيلعب في الدوري المصري، هينافس بقى على الدوري المصري هنا، مش هينافس على الهبوط. عندك كاس مصر، يعني عندك كاس عالم لما الاهلي بياخد دوري ابطال افريقيا، يعني الاهلي هيرفع من قيمه اللاعب بشكل كبير جدا بالاخص مع منتخب مصر. فالاهلي شايف ان اللاعب ده بعد 2 أو 3 وانه لاعب صغير في السن، وانه لاعب موهبه صغيره في السن وهيعمل حاجات كتير جدا جدا. فالاهلي شايف ان اللاعب ده ممكن في يوم من الايام يوصل قيمته ل 10 مليون دولار. طيب هنا نادي غزل المحله عايز كام من 10 مليون دولار؟ نادي غزل المحله عايز 2.5 مليون دولار كاملين من نادي الاهلي، قيمه إعادة بيع محمود صلاح لأي نادي هيروح من النادي الأهلي. ودي الحتة اللي رافضها النادي الأهلي تماما، ورافض المبدأ ده جدا جدا. والقصة هنا واقفة، لو مسؤول غزل المحلة رجعوا وافقوا على 10% أو الأهلي رفع القيمة ل 15% من إعادة البيع وراح اللاعب للنادي الأهلي، اللاعب ده هتشوف في حتة تانية خلاص. لأن اللاعب ده من أهم مميزاته اللاعب ده عنده ذكاء بالفطرة. يعني بص، لاعب موهبة كده حلوة جدا، لاعب صغير في السن، لاعب بيقدم كرة، لاعب بيعرف ينقل فريقه من الدفاع للهجوم بطريقة سريعة جدا جدا. يعني لاعب هيفيد النادي الاهلي، واللاعب يستحق اللعب للنادي الاهلي. الخبر الثالث معانا وهو سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، وحاليا بقى المهاجم السابق لنادي الزمالك، رحل رسميا الى نادي اماراتي، وهو نادي اسمه حتى الاماراتي. بعد ما خلصنا قصة سيف الدين الجزيري وخلاص سيف الدين الجزيري رحل على نادي الزمالك اخيرا، جمهور الزمالك بيقول اخيرا ومبسوط برحيل سيف الدين الجزيري. خلاص سيف الدين الجزيري رحل رسميا للدوري الاماراتي وراح لنادي اسمه حتى الاماراتي. من الناحية الفنية نادي الزمالك ما خسرش رحيل الجزيري، يعني بص، لانه لاعب ادى الزمالك
ادى الزمالك موسم قوي، ادى الزمالك وعمل كل اللي عايزه جمهور الزمالك من الجزيرة يتعمل في موسم واحد، فالزمالك مش هيتأثر برحيل سيف الدين الجزيري. طيب هل رحيل سيف الدين الجزيري هيخلي الزمالك ما فيهوش مهاجمين؟ ومين مهاجمين نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ مهاجمين نادي الزمالك في الوقت الحالي هم 3 مهاجمين. رقم 3 هو ناصر منسي الأسطورة صاحب الهدف الشهير في نهائي كأس سوبر الأفريقي. رقم 2 وهو حسام أشرف. رقم 1 هو عدي الدباغ. طيب يعني احنا كده اتفقنا ان الزمالك مفيش مشكله في الهجوم. طيب الزمالك عنده مشكله في باقي المراكز كلها. الزمالك اللي ما عندوش مشكله في الهجوم، الزمالك عنده مشكله كبيره جدا جدا في باقي المراكز، او اجمع كل المراكز نادي الزمالك عنده مشاكل فيها. طيب هتيجي لحته نص الملعب، نادي الزمالك عمل ايه بقى يا سيدي في نص الملعب؟ اسمع الحته دي. نادي الزمالك خلاص وبيخلص وبيوقع على رحيل مين؟ لاعب خط الوسط اللي قلنا عليه جاي من الاهلي من اجل الانتماء، واللي مرتضى منصور كان بيحارب عليه. نادي الزمالك خلاص رسميا بيرحل عن صفوف النادي، وهو عبد الله السعيد مايسترو خط الوسط في مصر. عبد الله السعيد رحل، والاخبار كلها في الفتره الاخيره اكدت كده، وكمان المحامي بتاع عبد الله السعيد طلع واتكلم في الموضوع ده وقال في تويتر بالتفصيل شكرا لنادي الزمالك العظيم. يعني هنا المحامي بتاع اللاعب شكر نادي الزمالك، يعني كده مفيش اي مشاكل في رحيل عبد الله السعيد عن الزمالك. عبد الله السعيد ليه 8 مليون عند نادي الزمالك كاملين هياخدهم وهيرحل عن نادي الزمالك. وخد الحته دي، عبد الله السعيد رايح نادي مصري واسمه المصري البورسعيدي. يعني عبد الله السعيد هيروح لاي حد هتدفع هيجيلك وهوقع على عقود وامضيلك. عبد الله السعيد هتدفع، هيجيلك وهوقع على عقود وامضيلك عبد الله السعيد للنادي المصري البورسعيدي من نادي الزمالك. هتكلمنا عن الانتماء، هقول لك مفيش الكلام ده. هتكلمنا على ابن النادي ومش ابن النادي والكلام ده كله، برضه مفيش اي حاجه من الكلام ده. وما تصدقش وما تمشيش ورا احلامك واحلام اليقظه، لان مفيش اي حاجه ولا اي صحه من الكلام ده. عبد الله السعيد لاعب محترف، عبد الله السعيد لاعب عزاء من مستقبله. اغلبيه اللاعيبه المصريه في الوقت الحالي كلها بالشكل ده، وجاي لك في لاعب من النادي الاهلي برضه بالشكل ده. كمل معايا، ولو وصل لحد ده مسش اللايك والاشتراك في القناه وكمل معايا. اللاعب الجاي وهو مين؟ محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي بعد سقطه بالرباط الصليبي. في كلام انه هو هيرجع الدوري المصري. طيب هيرجع الدوري المصري ليه؟ محمد عبد المنعم ايه اللي هيرجع الدوري المصري اصلا؟ محمد عبد المنعم بعد ما رجع من عمليه رباط الصليبي وسلامات، محمد عبد المنعم من افضل المدافعين في قاره افريقيا. محمد عبد المنعم لسه لحد دلوقتي ما خدش فرصه مع نادي نيس الفرنسي، فالكلام بدا والجدل اشتغل والسوشيال اشتغلت والقنوات بدات بقى الحكايه كلها ان نادي بيراميدز عارض 2 مليون دولار على محمد عبد المنعم. يعني 100 مليون جنيه مصري لمحمد عبد المنعم لو وقع عقود انضمامه لنادي بيراميدز. 100 مليون جنيه مصري في الموسم. طيب هل النادي الاهلي رجع وتواصل مع محمد عبد المنعم؟ بالفعل النادي الاهلي رجع وتواصل مع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم قال له ما عنديش مشكله ارجع للنادي الاهلي عشان جمهور ما يزعلش، انا ما عنديش مشكله ارجع النادي الاهلي عادي، ايه المشكله؟ انا عايز ارجع اصلا النادي الاهلي. طيب اللي تواصل مع محمد عبد المنعم مين؟ كان الكابتن وائل جمعه. الكابتن وائل جمعه قال له طيب يا محمد يا عبد المنعم عايز كم من الاهلي؟ قال له عايز، لا انا مش عايز، اللي هيدفعه الاهلي انا جاي بيه. راح الكابتن وائل جمعه ساله طيب كان معروض عليك كام من بيراميدز؟ قال له فعلا اتعرض عليه من بيراميدز 100 مليون جنيه في الموسم. طيب وانت محمد عبد المنعم عايز كام؟ انا عايز 2 مليون دولار. يعني بالعربي كده محمد عبد المنعم عايز 100 مليون جنيه في الموسم، وده اللي مش هيلاقيه في النادي الاهلي اطلاقا في الفتره الحاليه، لان النادي الاهلي اعلى عقد عنده وصله في الوقت الحالي ل 25 مليون جنيه، وشفنا عقده الاخير مع امام عاشور. يعني محمد عبد المنعم لو رجع الدوري المصري هيكون عن طريق بيراميدز، لان النادي الاهلي مش هيدفع ال 100 مليون جنيه. مع السلامة واشوفك في حلقة جديدة واخبار نارية عن كل ما يخص الكرة المصرية.